النهارده هنكمل سلسلة مصر تساعد مصر. هو ممكن مليار شجرة يحلوا أزمة الوقود في مصر؟ 3 2 1 الوقود الأحفوري زي البترول والغاز الطبيعي وارتفاعات كبيرة في أسعاره على مستوى العالم، وده بسبب زيادة الطلب العالمي عليه مع نمو الصناعات والنقل وأزمة الطاقة اللي في دول كتير. التطورات السياسية اللي بتأثر على الإنتاج في مناطق كتير زي الشرق الأوسط وأوروبا، ومع اعتماد مصر عليه ده بيأثر بشكل كبير على أسعار الطاقة محليا، وبالتالي على أسعار جميع المنتجات عشان النقل. ورغم إننا دولة منتجة للنفط، الإنتاج الحالي للبترول مش بيغطي احتياجاتنا بالكامل. ورغم إن الإنتاج مهم إلا إن حجم الاستهلاك أكبر من الإنتاج، وده بيخلينا نستورد كميات إضافية عشان نغطي الطلب، وطبعا ده بيزود تكلفة الطاقة. العملية دي مكلفة جدا، بداية من استخراج الخام اللي بيحتاج تكاليف ضخمة، ونقل الخام لمعامل التكرير اللي بتعوز استثمارات كبيرة في صيانتها وتحديثها، لغاية عملية توزيع المستهلكين. كل مرحلة فيها تكاليف مرتفعة، ومصر بتعاني في صعوبة من تحمل العبء ده بشكل كامل، وده السبب اننا بنشوف ارتفاع ضخم في الاسعار عند المستهلك المحلي. فقلنا لازم نشوف حل للغلب اللي احنا مش قده، وعلى خاص ان الدولة موحولة في مليون مشكلة. فريت ان من واجبنا كنائب بنحب تراب مصر انها نعمل مبادرة اسمها مليار شجرة وقود. الفكرة اللي ممكن تفتح لنا ابواب لمستقبل مختلف تماما. تخيلوا كده انها مش بنزرع اشجار، احنا بنزرع امل في طاقة نظيفة ومتجددة، في فرص عمل جديدة وبيئة صحية تليق بمصر. تخيلوا معايا مليار شجرة تنتج وقود حيوي وبتخلي بلدنا تعتمد اكتر على نفسها، وتقلل من استخدام الوقود التقليدي اللي هو اصلا مضر للبيئة. فكرة كويسة جدا هتنقلنا لمستقبل انظف واوفر واهم بيئة اكبر. الهدف مش بس نملى فدادين باشجار تنتج وقود حيوي، لا، الهدف هو ان كل شجرة تكون رمز لاستقلالنا وكرامتنا الطاقية، ان كل فدان في الارض يحكي قصة جديدة. كمان هتدي فرصة ل 12,000 جمعية حماية بيئة انها تشتغل على المبادرة. لو هنتكلم على الاشجار اللي ممكن نزرعها، فهنبدأ بشجرة الجتروفة. الشجرة دي فعلا نموذج في الصلابة، بتتحمل أصعب الظروف، مش بيحتاج مية كتير، تقدر تعيش وتنتج حتى في الصحراء والجفاف والملوحة. ولما نقول إنها ممكن نزرع الجتروفة في الصحراء الغربية والوادي الجديد وسينا، يبقى بنحول أرض قاحلة إلى واحات خضراء نستفيد من كل متر فيها. الفدان الواحد يقدر يستوعب حوالي 1200 شجرة، وكل شجرة ممكن تنتج 2 لتر زيت تقريبا. احنا بنتكلم عن زيت جتروفة اللي ممكن يتحول لوقود حيوي عالي الجودة، واللي ممكن يغنينا عن استيراد الوقود الأحفوري، وده هيحقق لنا الاكتفاء الذاتي ويحمي جيب المواطن. التكلفة مش كبيرة، يعني تكلفة الزراعة الفدان بتيجي في حوالي 9000 جنيه، لكن العائد في نفس الوقت كبير، وبنقدر نوصل ل 2400 لتر زيت، يعني استثمار بسيط وعائد مستديم. السرغام، وده نبات تاني عنده قدرة عالية على النمو في الصعيد والدلتا، وفوائده كتير جدا، لان هو بيدينا سكر يستخدم في انتاج الوقود. الفدان الواحد بيدينا انتاج كبير من العلف والوقود في نفس الوقت، وده بينفعنا في الزراعة والصناعة. كمان عندنا نخيل الزيت وعباد الشمس اللي بيوفر زيوت طبيعية ممكن تستخدم كوقود حيوي، غير انهم كمان بيقدروا يخدموا الصناعات الغذائية. يعني بتعمل زراعة توازن بين الزراعة بتفيد البيئة، وصناعة بتوفر زيت آمن للمواطن. في الوقت اللي نخلق مصدر إضافي للطاقة النقية، احنا بنتكلم عن أشجار بتزرع مرة واحدة
وتفضل تخدمنا سنين طويلة. يعني نباتات بتتحمل الحرارة والمناخ الصعب، وممكن تستخدم مياه بتاعة الصرف الصحي، وبتقدر تعيش وتدي طاقة من غير استنزاف للموارد. كمان لازم نفكر في تحويل أشجار لأحزمة خضراء حوالين المدن وحوالين القرى والمراكز، وكمان على الطرق سواء الصحراوية أو بين المدن والقرى. يعني مشروعات حضرية حوالين المدن الجديدة والطرق، الكومباوندات، الفيلات، الحزام الأخضر، وحتى الحدائق العامة اللي مليانة أشجار عديمة الجدوى. ده مش بس شكل جميل، لكن كمان بيعمل عازل ضد العواصف الرملية ويخلي الهواء في المدن أنظف. تخيلوا إن كل بيت وكل حي وكل مركز هيكون ليه نصيب من الهواء النظيف وبيئة مستديمة وكمان وقود حيوي. اللي مميز في مشروع مليار شجرة وقود إنه مش مجرد فكرة حكومة أو خطة على ورق، لأ، دي دعوة لكل واحد فينا يشارك. كمان ممكن ناخد جزء من الرسوم بندفعها في كل حتة ونزرع بيها أشجار، والمؤسسات اللي المفروض تدفع ضرايب تستقطع جزء من ضرايبها وتدفعها في المشروع القومي ده، يتخصم من عبئها الضريبي. هو مشروع ممكن يخلق فرص عمل للشباب اللي عندهم طاقة وحماس وعايزين يستثمروه. الفلاح الصغير ممكن يزرع شجر حوالين أرضه، والأرض البور اللي ممكن تتحول لمصدر طاقة. الكل ليه دور. هنزرع الأشجار دي في كل حتة نقدر عليها. الأرض الصحراوية الكبيرة اللي في الوادي الجديد والسيوة وسينا، لحد الأراضي الصغيرة اللي في القرى والمراكز والمدن اللي مليانة بوص، نقدر نخليها كمان أشجار حوالين أسوار المدن، على جوانب الطرق، حتى فوق الأسطح بتاعت البيوت، وتكون حماية من التراب وتلطيف الجو. لو زرعنا مليار شجرة هنقدر نتخلص من استيراد نص كمية الوقود على الأقل اللي بتخرب بيتنا سنويا. يا جماعة ده مش حلم بعيد، دي خطوة احنا قدها. الشجرة الواحدة اللي بتزرعها ممكن تكون جزء من مشروع قومي يوصل مصر لمكانة جديدة ويخليها دولة نموذجية في استخدام الوقود الحيوي. الهدف في النهاية هو تحقيق استقلالية طاقية وفرص عمل وصحة بيئية. احنا هنا بنفتح ابواب جديدة للاقتصاد المصري وبنوفر فرص عمل، وهنحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود الحيوي بعيد عن الازمات الاقتصادية اللي بنعيشها. المشروع مش بس بيستهدف تحسين الوضع الاقتصادي، لكن كمان هدفه حماية بيئتنا وصحتنا. تعالوا نشارك في صنع المستقبل ونزرع كل شجرة ونقول دي جزء من حلمنا اللي هنوصل بيه لبلد أفضل وأنظف وأقوى. مليار شجرة وقود هو رمز إن شاء الله يجمعنا مع كل شجرة بنزرعها. إحنا بنكتب قصة نجاح جديدة لمصر، قصة من الخضرة والأمل والفرص. خلونا نشتغل سوا ونحقق الحلم ونخلي مصر أرض خضراء متجددة وغنية بالموارد. ربنا يحميك ويحمي مصر.